السلام عليكم، مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والياسمين على احلى متتبعات في العالم. واش راكم البنات؟ واش ديروا؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وصحتكم تكون بخير، وهاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا رب العالمين. نحب نرحب بمشتركاتي اللي راهم يدخلوا عندي مؤخرا، نقول لهم مرحبا بكم، نورتوني وشرفتوني، وحبوباتي الوفيات اللي كانوا معايا منذ بدايه القناه، الدار داركم، والقناه ما تحلاش بلا بكم وبلا تعليقاتكم المشجعه. واش راكم البنات؟ واش ديروا؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وصحتكم تكون بألف ألف خير. نحب نشكركم على تعليقاتكم ليا في الفيديو السابق، ونشكركم بزاف على تفاعلكم، مع انه ما كانش كونيكسيون ناقصه وانا حطيت الفيديو في وقت شويه عيان. وش هو هذه الوقت اللي مولفه نحط لكم فيها لي فيديو، مانيش حابه نبدل عليكم الوقت، ولكن هكذا كنت فاعلته، يعني كان تفاعل لاباس به وفرحتوني كالعاده بتعليقاتكم. وكما نتوما ديما تفرحوني، انا ثاني نحب نفرحكم، واي حاجه تصرى لي في حياتي نحب نشاركها معكم، لاني نعتبركم العائله تاعي الثانيه. اي حاجه نشوف فيها فايده ليا انا نشاركها معكم، كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ونبارطاجيها معكم وما نبخلش عليكم، لانه على بالي ومتاكده باللي راكم دايرين فيا ثقه كبيره. فانا باذن الله تعالى عمري في حياتي ماني راح ندير خطوه تخليني نخسر هذه الثقه تاعكم، وباذن الله راح نكون ديما عند حسن ظنكم، وما يجيكم مني غير الخير. يعني هذا وعد راني نوعدكم به، وشفاو عليه مليح على هذا الوعد البنات، وشفاو مليح على هذا النهار. الله يسلمك. شركة نيو فيزيون انترناسيونال، مرحبا بك. الله يسلمك. الله يسلمك. شرفنا حضورك اكيد. شركة نيو فيزيون هي شركة جزائرية قانونية، هي شركة تعمل في مجال التجارة الالكترونية، وعندها منصة تعليمية اونلاين توفر منصة للتلاميذ من ثالثة ابتدائي حتى البكالوريا. عندنا ثاني لغات، عندنا ثاني حساب ذهني ياباني. شركة عندها أكثر من عام من الوجود، الحمد لله. المنصة التعليمية تاعنا لقات رواج وفائدة بزاف للتلاميذ. في نفس الوقت رانا مادين فرصة للزبون الجزائري أنه يقدر يكون شريك في الربح مع الشركة، شريك في أنه ينشر هذه المنصة التعليمية، وأكيد راح يستفاد منها مداخيل قوية جدا. يعني تقدر تكون معنا زبون ممثل مستقل بدون أي رأس مال أو حتى شهادة أو أي اكسبيرينس. أي واحد يقدر يكون معنا وينطلق معنا. عندنا فريق، عندنا منظمة تدريبية، عندنا فريق تقني، عندنا يعني فريق منتشر في الجزائر في 58 ولاية. ونشجعوا كوبليس العمل من البيت، يعني يقدر معنا اي انسان يخدم من داره ويدير مداخيل ما شاء الله مع شركه جزائريه اللي عندنا فيها رؤيه كبيره، صح انه نرفعوا بلادنا، صح ونخرجوا للعالم. انتاج جزائري، منصه تعليميه جزائريه، وتخرج الوطن العربي والعالم باذن الله تعالى ان شاء الله. يعني اي واحد حتى ولو انسان يكون خدام يقدر يخدم في هذه المنصه، يقدر يخدم، لانه هو ممثل مستقل، يعني يقدر يديرها دخل اضافي، يقدر يديرها دخل ثانوي، ويقدر حتى يديرها دخل كلي، يقدر يخدم عادي ويدير مداخيل ما شاء الله. على بالنا الشهريه قليله، ثم هذه لازم يدوب ليها وبالسي. معنا طلبه جامعيين، معنا موظفين، الله يبارك، كل شرائح المجتمع، معنا ربات البيوت، الحمد لله يا رب، يعني مداخيل ما شاء الله. وفي نفس الوقت راهم ينشروا في منصه تعليميه انتاج جزائري اللي فيها فائده صح الكثير من التلاميذ ان شاء الله. ثم درك راني انضميت لكم انا. مرحبا بك. الله يسلمك، شكرا جزيلا الاخي هشام. سلام. مرحبا بنيو فيزيون، شركاء نيو فيزيون انترناسيونال. مرحبا بكم جميعا من كل ولايات الجزائر، مرحبا جميعا. على بالي تعبتوا، على بالي جيتوا، على بالي درتوا شقاء السفر، لكن امر يستحق انك تتكرم، يستحق انك تفرح، يستحق انك تنجح، ويستحق انك تبدل حياتك، يستحق ان اولادنا يقراوا، يستحق ان اولادنا ينجحوا، يستحق انه كلنا نكونوا متكاتلين ومتكتفين باش تكون اقوى منصه تعليميه في الجزائر. ومازال باذن الله راح تكون مفاجات قويه جدا مع من بعد شهر راح نشوفوها. يعني خليني نقول لكم فرحتي لا توصف، فرحتي فريمون لا توصف، انني مع الوجوه النيره هذه وجيتوني شويه بعد لو سمحتوا. رائع، فرحتي لا توصف اننا مع بعضنا اليوم، فرحتي لا توصف اننا قاعدين نشتركوا مع بعضنا في امور كثيره. على الاقل اضعف الايمان بالامور كل واحد فينا حاب يحققها. بالك وحدك بتفكيرك في الدار ما قدرتش، بالك يوم ما الا ما قلتي ندير حاجه، الا ما قلتي ديري حاجه وما قدرتيش، بالك يوم ما حلمتي احلام وما عرفتيش، الحمد لله. بالك يوم ما جاك بروجي وما لقيتش كيفاه ديرو، الحمد لله. نيو فيزيون انترناسيونال خليقة هنا الحمد لله في الجزائر مع ابناء جزائريين رانا نخدموا. كان هدفنا كما كان يحكي القائد عز هشام،
ربي يحفظه، اننا بدينا بفكره بسيطه. واي كورونا جات، علاه الناس ما يقراوش، علاه ولادنا ما يقراوش؟ هكذا بدات. كيفاه نقريو ولادنا في الكورونا هذه؟ كيفاه نقدروا نستفادوا؟ الحمد لله يا رب بدات فكره فوق فكره فوق فكره. لكن عاود ونقولها، انا في كل لقاء ما نقدرش ما نقولهاش، نو فيزيون انترناسيونال راهي كلمه، لكن الصح فينا احنا، الصح في قلوبنا، الصح في تواجدنا مع بعضنا، الصح في مشاعرنا مع بعضنا، والصح في احلامنا مع بعضنا باذن الله. قيمه الناس اللي تكرموا اللحمه، كل واحد فيهم كان كيف قاعد، كان يوم منا كيف قاعد وشاف وفهم وانطلق. هو الأهم أنك تنطلق، الأهم أنك تبدأ. كيفاه وعلاه وكما شفتوا حبيباتي، حبيت برك نبدا لكم الفيديو بهذا الوجه النير تاع الاخت فله مرابط، الاخت المحاربه، المراه الحديديه اللي سميوها في شركه نيو فيزيون. وهذو الزوج اللي معاها السيد هشام ريحان والسيد عز الدين سباغ، هذو هما مؤسسين الشركة الجزائرية. نعم، شركة جزائرية 1000%، ما هي شركة تونسية، ما هي شركة فرنسية، ما هي شركة مصرية، ما هي شركة خليجية. هذه راهي شركة جزائرية. المقر تاعها الأصلي موش فرع، مقر الأصلي تاعها في قسنطينة هنا في الشرق، في قسنطينة في المدينة الجديدة علي بنجلي. اللي حبت تروح لها تشوفها، اللي راهي قريبه تتبع فيها، عندي بزاف متابعات من قسنطينه، اكيد راكم تعرفوها وسمعتوا عليها. اكيد ما كانش اللي ما سمعش بشركه نيو فيزيون انترناسيونال. على بالكم البنات قداش عندي وانا نسمع بهذه الشركه؟ عندي اكثر من 5 أشهر. والشركة سبحان الله مع انه عندها من عام من اللي بدات، صدقوني راهي لقات رواج كبير، نجحت نجاح باهر، نجاح كبير لدرجة انه خلاص في الجزائر راهي ولات ما كانش دار ما سمعتش بهذه الشركة ولا ما هيش تقري ولادها من خلال هذه المنصة هذه التعليمية. نعم، على بالكم مش احنا نهار الكورونا حصلنا كيفاش نقري ولادنا، كل شيء في حياتنا حبس، بصح هذه الشركة جات تسهل لك حياتك. خليونا من الكورونا، في الايام العاديه ما نقدروش نبعثوا ولادنا، نبعثوهم يقراوا ونخافوا عليهم، نخافوا من الذئاب البشريه ومن الوحوش البشريه، نخافوا على ولادنا، نخافوا عليهم حتى من الاساتذه تاعهم تاع ليكور، حاشا البعض نخافوا منهم لانه رانا ولينا نسمعوا العجب. قولوا لي ثاني ما كانش منها يا كامل راكم امهات وكامل راكم تعسوا ولادكم تديوا وتجيبوا وتظلوا واقفين، نظلوا عند الباب هذاك تاع المدرسه بالسوايع، نستنى بني يدخل، نستنى اخوه يخرج، نهار كومبلي حنا حياتنا كامل ووقتنا راح. وخليوني من الاسعار الخياليه، ولاو يقريوهم ساعه واحده فقط، ساعة واحدة ب50,000 ب100,000 انديفيديال 700,000 600,000 400,000 أسعار خيالية. يعني لو كان تبعي عام كومبلي تحسبي قداش راكي تصرفي على ولادك فايتة ال15 10 ملايين 15 مليون فما أكثر. بصح شركة نيو فيزيون صدقوني والله العظيم والله العظيم غير عندي قداه نشهر وانا نتبع فيها في صمت، وما حبيتش نهضر لكم عليها، نتبع فيها في صمت ونشوف اسكو هذه الشركة صح كاينة منها ما كانش منها، كيفاش تخدم، حتى نكونت قناعة مش 100% 1000%. والحمد لله اليوم جيت نقولكم بلي راني عضوة في هذه الشركة كقائدة بإذن الله تعالى. اللي تحب نسرين واللي تدير ثقة في نسرين، اكيد ما يكفيش انكم تحبوني، ثقه هي الرسمي اللي تدير ثقه في نسرين، وخليونا من اللي تدير ثقه في نسرين. اللي حابه تغير حياتها، اللي حابه تحسن من الوضع تاعها، ماشي تحسني تحسن بسيط. على بالكم بلي هذه الشركه قادره توصل الارباح تاعك في الشهر ل20 مليون 30 مليون 40 مليون 50 مليون، ولا ما على بالكمش؟ والله يا البنات والله 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 ما راني مبالغ، والله ما راني مبالغ. عندك فرد حاجه لازم تكون عندك تليفون كونيكسيون. اذا راكي تتفرجي في هذا الفيديو دركا معناها عندك تليفون وعندك كونيكسيون، يكفي، راهو فيك شروط لازمه، هذا هو الشرط الوحيد، التليفون في يدك والكونيكسيون عندك، وانت راكي تخدمي من دارك وراكي تقري ولادك في دارك، ما تخرجي ولادك، ابنك يقعد في داره ويقرا في منصه امنه. والحكايه هذوك تاع الفرق بين الدروس والفرق بين الدروس تاع اليوتيوب راهم كاينين، وكيفاش ندخلوا كيفاش نسجلوا كيفاش نربحوا كيفاش ما نقدرش نحكي لكم كل شيء هنا باسكو الفيديو راح تكون بزاف طويله. بصح ادخلوا للجروب اللي راح نخليه لكم في الواتساب، ادخلوا لهذاك الرابط راح تلقاوني ثم عندكم انا والقائدات اللي معايا في الجروب من
اكبر القاده في شركه نيو فيزيون، ومن انجح لي جروب اللي راني دخلت فيه. راني قلت لكم البنات انا راني درست هذه القصه وهذه الحكايه هذه وهذه الشركه هذه وهذا المشروع اللي هو مشروع العمر، مشروع تحقيق الاحلام، راني درسته صدقوني من جميع الجوانب، وراني ثبت روحي باسكو عندي خبره من قبل في التسويق وعندي خبره في بزاف حوايج واحد اخرين. ما حبيتش نعاود نفس الغلطه. لو كان ما كنتش متاكده 1000% من هذه الشركه، من الشرعيه تاعها، من انها شركه حلال 1000%، لانه ما فيهاش نظام شبكي وهرمي. المهم دوك ما نقدرش نحكي لكم لي ديتاي، ادخلوا للرابط ونزيد نخلي لكم التليفون تاعي هنا في الفيديو، ونخليه لكم في صندوق الوصف، ونخليه لكم في التعليق المثبت، وادخلوا تقدروا تتصلوا بيا في اي وقت. مرحبا بكم، نرد عليكم. وشي هو لازم تدخلوا للرابط تاع الواتساب هكذا باش تهضروا مع القائدات وتهضروا معايا انا نسرين وتفهموا العمل وتفهموا كل شيء. صدقوني ماهوش خلاص كيما راهو يدور في ريوسكم، ماهوش خلاص كيما الاعمال السابقه اللي كنا نسمعوا عليها واللي كانوا يعرضوهم علينا. عمل أروع منه ما كانش، عمل ناجح، صفر احتمال الخسارة 0%. تخيلوا احتمال انك تخسري في هذا المشروع صفر، ما كانش احتمال انك تخسري، كاين احتمال انك تربحي، بس موش تربحي ربح عادي، تربحي ربح غريب عجيب. على بالكم انا استغربت، اقسم لكم بالله يا البنات غير استغربت حرت. على بالكم الشركه هذه ماهيش تخمم في روحها برك، ماهيش تخمم انها هي تربح برك، راح تدخلك شريكه تربحي معاها بالنص. هذاكش معناتها تربحي معاها بالنص، معناها راح تكوني شريكه حقيقيه في هذه الشركه. اعذروني البنات على صوت امجد، كما على بالكم امجد الرفيق الدائم في الفيديوهات كامله مكمله، يعني ما كانش فيديو ما تشوفوش فيها امجد ولا ما تسمعوش فيها صوته. ولادنا وين نروحوا لازم يلحقونا، ما نقدروش يعني نبعدوا عليهم ولا نفرطوا فيهم. وهنايا كما راكم تشوفوا اللي حبت خليوني نكملكم ساعه الشركه. يعني انا هنا راني ندير في الميناج للدار، درت لها ميناج كبير. يعني صراحه هذه الخدمه نخدمها بين نهارين ثلاثه هكذا، كل يومين ثلاثه ندير هذه الخدمه الكبيره هذه تاع نمسح الغبره كامل، نمسح المرايات، نبدل الفراش، نعدل الفراش، نسيق، ندير تسييقه كبيره للدار هكذا، يعني باش تقعد الدنيا نظيفه. من بعد الغدوه هذه كل غير غدوه راني غير هكذا نفوت بالبالي برك، نكنس بالباليه هذا مكان، الدنيا تكون ديجا نظيفه. وكيما قلت لكم ديجا هاد لا دال دو سول راهي بزاف سهله للنظافه، يعني تقعد ديما تلمع وما يبانوش فيها لي طاش تاع الرجلين. وانتم راكم تشوفوا الروتين وراكم تشوفوا التحفيز والنشاط والايجابيه، وانا راني اليوم اكثر ايجابيه من الايام اللي فاتت. اليوم راني ايجابيه بزاف، اليوم راني بزاف فرحانه والله يا البنات، والله وتحاسبوني عند ربي ما تتصوروش قد ما راني فرحانه، لاني حاسه روحي راح نعاونكم. شوفوا هذا التاريخ اكتبوه، هذا التاريخ اكتبوه ما تنساوش، تاريخ تحقيق الاحلام، تاريخ تغيير الحياة، تغيري حياتك، تغيري إمكانياتك، تغيري كلش. حتدخلوا في شركة عندكم تقدروا تدخلوا بثلاث مستويات، يعني تخيروا واحد من المستويات الثلاثه اللي كاينين في هذه الشركه. اولا تخيري انك الدخل تاعك الاسبوعي، هذه الشركه راهي عندها دخل اسبوعي البنات، قادره تخلصي 1,000,000 في الاسبوع، قادره تخيري انك تخلصي 3 ملايين في الاسبوع، وقادره تخيري انك تخلصي 7 ملايين ونص في الاسبوع. تخيلي 7 ملايين ونص في الاسبوع، ومن بعد راح تزيد تطلعي في الكراد وتولي تخلصي اكثر واكثر. واش نقول لكم، ادخلوا للجروب حتلقاو قائدات روعه راح يزيدوا يفهموكم، وراح نزيد انا نكون معاكم وراح يفهموكم صح العمل كيفاش نداير. واسهل من هذا العمل ما كانش، الاراده برك. اذا عندك الاراده، اذا عندك باباك، اذا راكي قاعده في الدار وعندك باباك وما كيش خدامه وعندك باباك حابه تفرحيه، تقعدي هكا تشوفي بالعين وما تقدريش تفرحي باباك لانه ما عندكش دخل، راكي قاعده في الدار وما تقدري ديري له والو، وباغيه مثلا تداوي باباك، باغيه تكسي باباك، باغيه تكسي امك، باغيه تديهم للعمره، باغيه تديهم للحج، باغيه تعاوني خاوتك، باغيه تعاوني ولادك، باغيه تعاوني روحك تيا، باغيه تعاوني راجلك، باغيه تفواياجي في الصيف هذا، بغيتي تروحي لاحسن المدن في الجزائر ولا تخرجي للخارج. والله يا البنات ما هي هضره مستحيله، صدقوني. يعني لو كان ما كنتش متاكده 1000% من هذه الشركه وواثقه فيها 1000% وشفت بعيني نتائج تاعها، والله العظيم والله العظيم ما نهضر لكم عليها بهذه الثقه، ومانيش راح نفزد قناتي كما قلت لكم ولا نشوه الصوره والسمعه تاع قناتي على جال حاجه مانيش واثقه فيها وعلى جال حاجه ماهيش مليحه. واهم حاجه وحاجه اللي عجبتني بزاف في هذه الشركه انه حتكون فيها بزاف البركه. نقول لكم علاه، لانكم راكم تروجوا للعلم،
راكي تروجي للعلم، ما كيش تروجي لي برودوي تاع تجميل ولا حاجه اللي تخافي تضري بها الناس، ولا ما كيش متاكده باش مخدومه ما كنتيش حاضره معاهم نهار خدموها. راكي تروجي للعلم، وعلى بالكم هذا المنصات التعليميه منصات تعليميه جد جد مفيده. كاين ناس كانت تجيب سنين في الفيزياء، نهار في الفيزياء أصعب المواد كانت تجيب سنين في الفيزياء، نهار قراو بهذه المنصات عادوا يجيبوا 18 و19 وعادوا من الممتازين، لأنه عندها واحد السر. هاني قلت لكم ادخلوا برك للواتساب وتعرفوا كل شيء بالتفاصيل المملة، ولا اتصلوا بيا ونفهمكم كيفاش تدخلوا للواتساب، وراح نكون ثم معاكم ومرحبا بكم. وكتبوا هذا التاريخ، يعني قلت لكم اكتبوا هذا لادات تاع اليوم، اكتبوها نهار حطيت لكم نسرين لا فيديو هذه، ونهار دخلتوا للشركة من على شهر ردوا لي بالخبر وقولوا لي نسرين درتي فينا خير كبير كما انا داروا فينا اللي كاين اللي دارت فيها هذا الخير ودخلتني في هذه الشركه. انتم مثلا ان شاء الله نكون انا السبه، وان شاء الله تربحوا معايا ونربحوا كامل مع بعضنا من على شهرين ثلاثه. بس ديما نهضروش على شهرين ثلاثه، اكيد راح يكونوا نتائج جد مبهره، بصح منا على عام الجاي ان شاء الله الوقت هذا ربي يحيينا. وحده فيكم راح تكون بتقسيطها، وحده فيكم راح تكون خلصت دارها، وحده فيكم راح تكون تحوس من بلاد لبلاد. وردوا لي بالخبر، صدقوني جاتكم فرصة من ذهب، جبت لكم فرصة العمر، ما توضروهاش يا البنات، ما توضروهاش يا البنات، ما توضروهاش. معليش اضعف الايمان على بالي، ما على بالكمش كاين بزاف اللي ما على بالهمش اكزاكت على واش تهدر هذه الشركه. ادخلوا للواتساب تعرفوا كل شيء، ماكم خاسرين والو كي تدخلوا للواتساب. ادخلوا الجروب الواتساب ولا اتصلوا بيا وردوا لي بالخبر حبوباتي الغاليات. وكما راكم تشوفوا نرجعوا للروتين تاعنا اللي خليته، يعني ما هضرتش عليه بزاف، مازالت لا فيديو طويله وعريضه. هذا اليوم البنات قلت لكم انا هذا الروتين نديرو مره في يومين ولا ثلاثه. نوض هكذا نسيق نقفض نمسح نفرز، نحب ندير هذيك التسيقه الكبيره، نحب اللوح الماء الزرزيق هكذا باش نحس باللي صح الدنيا راهي نظيفه، باش الغدوه هذيك كي نوض غير نكنس برك ولا نفوت لاسبيراتور على الزربيه وعلى هذو الكنابيات هذو، نكون على بالي بلي الدنيا راهي نظيفه. كي نكنس ما نكونش على بالي بلي الدنيا راهي مسخه وانا راني نكنس فوق الوسخ، ولا مثلا نهز الريحه نبغي نعطر داري وانا داري ديجا راهي مسخه. لانه البنات اهم حاجه انه الدار تبقى ديما ريحتها نظيفه، وهذا المشكل بزاف امهات وبزاف نساء وربات البيوت يعانيوا منه. تلقيها هكا منظمه في كل شيء في دارها، بس تقولك ديما داري ريحتها ما فهمتش علاه مش مليحه. مثلا ولا تقولك انا ندخل دار تاع وحده جارتي ولا وحده فاميلتي، ديما ندخل نلقى ريحة دارها تنعنع، ريحتها تهبل. يا درا علاه النظام هذا، هو علاه هذه هي السبة، النظام. هذيك إنسانة منظمة في العمل تاعها. صدقوني قد ما تكوني تخدمي وتتعبي وتشقي وما تكونيش منظمة والله لا يبان عليك والو حاجة، ما راح تبان عليك سيرتو إذا عندك الأولاد. بصح إذا كنتي إنسانة منظمة تخدمي خدمتك بانتظام، قال عندك كل يومين ديري ميناج ولا كل 3 أيام ولا كل سمانة مرة في السمانة. يعني قلت لكم أن هذا الميناج نديره مرة في يومين 3 وعلى حساب العين، يعني كي تجي العين مرة نديره والمرة الثانية كي تجي ما نديروش. بصح نشف هكذا مثلا ندير جافيل في الماء ونفوت نشف على الدار. ديجا الجافيل هذاك راهو ينحي لك كلش. انا اصلا يعني من النوع اللي كي نشم ريحه الجافيل في الدار خلاص يعني نحس باللي ريحه نظافه، ريحه الجافيل هي ريحه نظافه. وش هو كي تحلي البيبان ثاني، كي تحلي الطيق، كي ديري صوره البقره تخرج لك الطاقه السلبيه من دارك، وتحلي الطيق وتتنفس دارك وتتهوى وانت راكي تخدمي، راح تبان النتيجه وراح تكون دارك ريحتها مليحه. من بعد كي تقفلي الطاقه ومن بعد كي تقفلي هذيك الطاقه وديري الريحه للدار وتحبي تعطريها، تشوفي ثم ريحه العطر كيفاش تكون وكيفاش تقعد لك في الدار. بس كي تقعد الطاقه تاعك ما تحليهاش وتخدمي غير هكذا كيما نقولوا منين شاف حمد، ومن بعد ديري الريحه. على واش راكي ديري الريحه؟ ديجا الدار فيها ريحه مش مليحه وتزيدي انت ديري ريحه واحده اخرى فوقها، اكيد مش راح تكون ريحه دارك مليحه. وشوفوا لي هنا النقاء والنظام والنظافه والترتيب. شوفوا البنات هذيك الطابله اللي هي تاع الكوان، هذيك اللي راكم تشوفوا فيها من هي اللي فيها لي زيتاجور هذوك، هذيك الطابله بزاف عزيزه عندي، عزيزه على قلبي بزاف، ما نقدرش مستحيل نستغنى عليها، مع انه تكسرت لي خطره وعاودت عدلتها مي ما نقدرش نستغنى عليها باسكو كادو من عند خويا كي تزوجت. تخيلوا عندها 11 سنه وهكذاك فارغه ماني مديره فيها والو باسكو ولادي ما يخليوني ندير فيها والو. يعني على الاول كي تزوجت كنت ندير فيها حوايج كامل فسدوا كامل تكسروا، ما لا قلت ما نزيد نشري لها حتى حاجه نخليها
فيها كيما هكا حتى يكبروا شويه الاولاد ونرحل لداري الحقيقيه ونعمرها ثما ونديكوريها ونشوف وين نديرها، نلقى لها بلاصه اكيد. مي عزيزه عندي بزاف ومستحيل نستغني عليها باسكو علاش دارها لي خويا وما كانش يخدم وكان صغير وما هو مزوج ما عنده والو يعني قل مني وراح مسكين وكلف روحه ودارها لي وحاجه عزيزه عندي بزاف بزاف. فهذيك الطابله يعني كي نشوفها نشوف خويا ربي يحفظه ان شاء الله عليها راني هكاك يعني محطوطه وفارغه غير باش ما نطيشهاش هكا غير باش تقعد مقابلتني وخلاص. من بعد ما كملت هي نزيد نعطيكم البنات واحد لاستيوس ثاني واللي هي الكنيس. كاينه اللي تكنس الدار كاينه اللي تروح الساعه تقفض وتمسح الغبره ومن بعد تكنس الدار. لا انا بالنسبه ليا تروحي الساعه تقفضي تكنسي ومن بعد تمسحي الغبره باسكو هذيك لا بوسيير كي تمسحي الغبره كامل راح تعاود تطلع لك على الحوايج كي تكوني كنستي بعد ما مسحتي الغبره. يعني امسحي اكنسي الساعه الدار من بعد امسحي الغبره ما يبقى لك هكذا فتات خفيف ولا كي من بعد حتلوحي الماء تسيقي عادي. مي كي تكوني غير ما كيش راح تسيقي مثلا ولا اكنسي الساعه ومن بعد امسحي الغبره. هذه يعني نصيحتي لكم. هنا حبيت نعت لكم هذه الاله هذه ولا الاداه هذه اللي ما عندها حتى معنى صراحه. كنت شريتها زعما باش نغسل بها هنا فوق البوتاجي بصح ما عندها حتى معنى. شتو هذا هذو الشيته هذه تاعها ما ترغيش ما تحكمش الصابون زعما تلوحي فيها لداخل الايزيس وتبقاي تلظي على هذيك الدائره اللي في الوسط ويهبط لك الايزيس وانتي تغسلي. مي يهبط الايزيس صح بصح يهبط ديريكت في البلان ما في البلان دو طرافاي ما يقعدلكش ما يدورلكش على الشيته وترغي ما ترغيش خلاص وما هيش مليحه صراحه. مي ما حبيتش برك نطيشها ما على باليش علاه راني حاطتها هكاك خلاص. المهم وزيد حابه ثاني نمد نصيحه للاخوات اللي راهم يبنيو ولا اذا راكي حابه تعاودي الكوزينه تاعك ولا اذا راكي تبني. شوفي هنا واش راح نعتلك. شوفوا شفتوا البنات هنايا هذا اللي في هذا وين نغسل الماعن هنا البنات لا ما ديروهش نتوما هذا تاع الانوكس ما ديروهش طالع. شوفوا هنا كي راني نعت لكم صبعي الحافه هذه ما ديروهاش كيما هكا باسكو كي تلوحوا الماء راح يرجع لكم الماء لورا راح يسيح لكم في الارض. راح شوفوا راني قاعده ندير لكم زعما بيدي باللي المرا ويرجع. شوفوا ونقعد نجبد بالمنشفه صافي تبقاي ديما محتمه عليك انك تديري بالمنشفه باسكو هذاك الماء مش راح يطيح لك ديريكت ويسمى يروح لبلاصتو راح تبقاي ديما حاصله فيه. فننصحكم البنات كي تخدموا هذيك الرخامه ديروها تجي ميته مع هذه تاع الانوكس ديروها تجي قد اسمها تجي ميته تاع كي تفرغي الماء يروح ديريكت يهبط ويسيح عادي ما يصرى حتى مشكل. يعني هذه ثاني كنصيحه ما تخليوش هذا تاع الانوكس هذا ليفي هذا اللي تغسل فيه الماعن ما تخليوش يكون عالي وتكون عنده هذيك الحافه اللي تخلي الماء ما يوصلش لبلاصتو وما يروحش لبلاصتو. هذه هي النصيحه اللي نحب نعطيها لكم ثاني. والله يا البنات باسكو هذه التدابير هذو وهذه النصائح احنا رانا نستهينوا بهم بصح من بعد يديروا لنا مشكل. انا هذه الحكايه صافي كنت على بالي بها قبل ما نرحل لهذا الدار كنت على بالي بها كنت بزاف نتبع واحد القنوات هكذا ينعت لك تبغي ديري كوزينه وكل شيء دخلوا برك اليوتيوب البنات ديروا برك يعني مثلا وش هما اهم نصائح ولا اهم مثلا الحوايج اللي لازم ديريهم في الكوزينه تاعك وش ما الاخطاء اللي مش لازم ديريهم. تلقاو بزاف فيديوهات يهضروا لكم يعني كاين حتى ناس مختصين يهضروا لكم على هذه الحوايج هذو. وانا من ثم يعني هزيت هذه المعلومه وبالفعل زدت تاكدت منها كي رحلت لهذا الدار. كي رحلت لهذا الدار ولقيت لي فيه هذا مدير كيما هكذا وعالي وعنده هذه الحافه هذه عرفت صح باللي مشكل كبير. على بالكم كي يكون نغسل في الماعن نبغي نلوح الماء كذا على البوتاجي هذاك المكان اللي يرجع لورا ولا يسيح لي في الارض باسكو ليفي جاي طالع عالي ما كاينه حافه ما يخليش الماء يفوت. فانتم حاولوا ديروه قد ميت مع الرخامه باش تكون الخدمه تاعكم يعني مليحه وسهله. وحنا نسى على بالنا بلي الكوزينه هي دارنا هي الحياه الابديه حياتنا الابديه كلنا نعيشوها في الكوزينه يعني حتى نموتوا. فما عندناش حل واحد اخر لازم الكوزينه تكون مخدومه كيما يلزم باش المراه تلقى راحتها فيها. وصدقوني كل ما تكون كوزينتك مليحه وتكوني لاقيه راحتك فيها كل ما تلقاي راحتك في هذيك الدار اللي راكي ساكنه فيها. هنا حبوباتي بعد ما كنت يعني غديتهم غسلت الماعن هذوك تاع الغدا كنت درت لهم بربوشه ما صورت لكمش باسكو ديجا شاركتها معكم في عده فيديوهات. كنت يعني بعد ما غديتهم وهزيت هذوك الماعن كامل غسلتهم
عاود رديت هاد لي طابي اللي كنت شاركتهم معكم في المشتريات في الفيديو اللي قبل، مش اللي قبل هذا، اللي قبله كنت شاركت معكم المشتريات. فكنت يعني كنت شريت هذو وراني نفرج فيهم والله روعه. هاني قلت لكم النظام كل شيء بكري. على بالكم كنت نقول انا كي ندير الطابي هذا مستحيل يقعد نهار نظيف، راح يوسخوه ولادي، راح يقعد. بصح والله يا البنات كي تكوني منظمه وتخدمي خدمتك في وقتها وواقفه على دارك، والله العظيم والله العظيم غير تعيشي كيما تحبي في دارك، تعيشي ملكه في دارك. كوني برك منظمه ومام تكوني اسمها تفني، يجيك هذاك التفنيين تاع تعيي تخدمي وكل شيء، تفوتي تبداي برك ربي سبحانه وحيحط لك البركه وتلقاي روحك ناشطه وتخدمي كلش، وخدمتي حوايج ما كنتيش معوله تخدميهم. ديري برك الكوراج وكيما نقولوا طيشي عليك الطاقه السلبيه. والبنات نوصيكم بسوره البقره في الدار، ولا قراو 2 ايات الصباح من سورة البقرة، 2 ايات برك، ماشي شرط تقراي المصحف وكل ولا تقراي سورة البقرة وكل، ولا 2 ايات برك ولا ورقة وردوا لي بالخبر. واحد الطاقة الإيجابية. وشوفوا لي نظافة، شوفوا لي اللمعان شوفوا لي النقاء، مزيان النقاء لو كان يبقى. والله تاع بكري ما خلاولناش واش نقولوا. هذه الكلمة في معناها، هذه الجملة هذه عندها معنى عميق. مزيان النقا لو كان يبقى، لو كان جا نقا يبقى. ما نديروا هذا الروتينات باش نحفزوا بعضانا بهم. نقا ما يبقاش. كي تقفضي وتنظفي وتعدليهم بعد يجيو ولادك يقلبوا لك الدنيا، ما تقوليش انا ولادي ما همش تاع نظام، والله ما زيد نتعب روحي. هاو قال لك النقا ما يبقاش. مزيان النقا لو كان يبقى، يعني ماهوش راح يبقى النقا، لازم انتي اللي تبقاي واقفه وانتي اللي تكوني تخدمي وانتي تكوني منظمه وانتي اللي تكوني واقفه على دارك وعلى حياتك وعلى اولادك. كل شيء في هذه الدنيا لازم توقفي عليه، كل شيء. حاجه اللي تغفلي عليها حتى هي تغفل عليك. بغيتي النظام وقفي معاه، ما بغيتيش النظام اغفلي عليه يغفل عليك هذاك النظام. ما تزيديش تشوفي كيفاش من دايره. بغيتي نظافه وقفي على النظافه تاعك، تخطي الخدمه وهذيك الوقفه هذيك والقيامه. عمرك ما راح تكون دارك نظيفه، وعمرك ما راح تلقاي راحتك وتبقاي ديما قلقانه ومش عاجبك الحال. انا والله من النوع اللي كي تكون داري مقلبه. على بالكم بزاف يشوفوني ناس هكذا نخدم ولا يقولوا لي علاه تعبي روحك، علاه تقتلي روحك. يا تجيني فين تعب روحي ونقتل روحي ونجيب 2 ولا 3 وانا مورالي طالع، باسكو هذه الحاجه هي اللي تطلع لي المورال. يعني بكل صراحه كي تكون داري هكذا المورال يطلع للسما. بس كي تكون الدار مقلبه وماهيش نظيفه والقشي طايش، والله يا لو كان نقعد مرتاحه. زعما قال واش قال ما نتعبش روحي ما نقتلش روحي. هاني نقتل روحي بالقلقه، هاني نقعد نطلع ونهبط ونقعد غير نشوف هكاهم الشنفه ومش عاجبني الحال، وهذا علاه مقلب وهذا علاه يطيش هنا، وهذه نعيش على اعصابي اختي. وعلاه محتمه عليا انا نعيش على اعصابي؟ نوض حكايتها ساعه وانا نظفت داري ونظمتها ورتبتها وحياتي راهي مليحه والحياه جميله والعصافير تزقزق هنا حبوباتي بعد النظافه هذه وبعد هذاك الشقا وبعد التعب وبعد كل شيء. هنا الاولاد كانوا داروا لاسياست رقدوا، جيت انا وحدي. انا اخي تعرفوني نموت على القهوه ونموت على القعدات تاع القهوه. درت فيها فنجان قهوه الله الله وحزيته وحطيته هنا على طابل هذه اللي في الكوزينه، وحليت هذيك الطاقه. اخي قلت لكم ديجا شفتوها يعني كانت محلوله، حليتها. نحب اخي قلت لكم نحب هذاك المنظر نموت عليه، وحبيت نشارك معكم هذه القعده. يعني ما كانش نشارك معكم غير الدمير، لازم نشارك معكم ثاني الحوايج الملاح كيما هذه الشركه اللي قلت لكم عليها، كيما هذه القعده الباهيه في النظافه والنقاء كيما يقولوا المصروه على رواء. يعني قاعده ما شاء الله. وهذاك الراجل راكم تشوفوا فيه يبان شويه برك راه يخدم في الارض تاعو، والهواء والنظافه وريحه النظافه في الدار وهذا المنظر الرائع وفنجان القهوه وريحه القهوه. واش نقول لكم ما كانش برج ايفل راهم قابلني برج ايفل. يا اخي يقولك حنا الامهات كامل بالنسبه لهم القعده يعني الاز في دار بلا الحس مع فنجان القهوه احسن من القعده قدام برج ايفل. عندهم الحق والله ما كذبوا يعرفونا على بالهم بكلش. هذاك هو برج ايفل عندي انا. دركا راني نشوف في برج ايفل راهم قابلني المهم حبوباتي كانت هذه راه فيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي تكون خفيفه ظريفه، مع انه كانت طويله. يا خديمه تقولوا لي طولي شويه في الفيديو تاعك، هاني طولت على شويه في الفيديو. اصبح الجو ممطرا، اصبح ايضا هي من اخوات كان اصبح من اخوات كان. ماذا تفيد يا ترى؟ حصول الخبر في الصباح. اذا جيد، اصبح هنا تفيد عزيزي التلميذ حصول الخبر في الصباح.
وهنا برك حبيت نعرض لكم مقطع من هذا الطفل اللي راهو يقرا من المنصه تاع نيو فيزيون. شوفوا لي هذيك الطريقه الرائعه في تلقي المعلومه، وهذاك الكالم، لا اشعار لا اشهار لا والو، كلش غير قرايه فرات. وحابه نزيد نقول لكم حاجه، ما تراطيوش، ادخلوا الكونت تاع اللي حنخليه لكم الرابط تاع الواتساب، كاينه مفاجاه راح تعجبكم بزاف 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 بزاف، مفاجاه هايله ما تلقاوهاش في الاحلام. هذه المفاجأة ما تلقاوهاش في الأحلام، أنا على بالي واش راني نقول لكم. وهذا ما كان حبوباتي، كانت هذه لا فيديو تاع نهار اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم وصلتوا هنا ما تنساوش تخليوا لي جيم شابه كيما نتوما وتعليق مشجع، ونتلاقاو في لا نوفيل فيديو إن شاء الله. مع السلامة.